بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وبعد نتوجه بالشكر. يعني معلش هي يمكن خارجة عن إطار العمل، ولكن نتوجه بالشكر للرئيس محمد عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد شرف في حفر قناة السويس الشريان الحيوي للمصريين جميعا، ودي تدل على كفاءة ونزاهة وإصرار وعزيمة المواطن المصري في كل مكان، وده شرف كبير لمصر بتتحدث عنه كل دول العالم، واحنا جميعا سعداء جدا. ونتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء السيد المهندس ابراهيم محلب لحسن اختيار الساده الوزراء الاكفاء الذين يبذلون جهدا وعملا ليل نهار على مدار 24 ساعه يوميا، والسيد الفاضل الدكتور وزير التموين الدكتور خالد حنفي، نتوجه له بالشكر وكامل الشكر لما عمله ولما بذله من مجهود في منظومة الخبز، منظومتي الخبز ومنظومة التموين، حيث أن منظومة الخبز وحافظت على دعم مليارات، وأيضا منظومة السلع التموينية حافظت على الدعم وعلى إهدار المال العام، وحافظت على دخل المواطن البسيط، وعملت على وصول السلع للمستهلك البسيط والمواطن في سهولة ويسر بالأسعار الرسمية دون غش ودون عناء ودون أي مجهودات. وعليه ونتوجه بالشكر أيضا للسيد وكيل وزارة التموين والتجارة السيد إبراهيم السيد محمد دي عصر، والسيد مدير المديرية أحمد دي أبو إسماعيل، والسيد جابر أبو العزم مدير عام الرقابة، والسيد أحمد دي صوابي مدير عام الإدارة، لما بذلوه من جهد وعناء، ويعملون ليل نهار ساهرين على خدمة المواطن، وبناء على توجيهات سيادتهم وبناء على تعليمات سيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص السيد سعد بيه غراب، الرجل المثالي الذي يقف معنا جميعا في جميع المواقف بكل كفاءة وجدية. وبناء عليه وبناء على توجيهاتهم قمنا اليوم بحملة تموينية برئاسة السيد أحمد بيه صابر مدير عام التموين فاضل الزملاء، وتم المرور على بعض المخابز في دائرة بندر أبو حمص، وعليه قمنا بالمرور على مخابز في بركة غطاس. وحاليا حضراتكم شايفين الخبز وشايفين المواطنين وهم معاهم البطاقات التموينية الذكية، هيحصلون على الخبز المدعم على البطاقات التموينية بما يعادل بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وما يتبقى من الخبز يحصل عليه بسعر 10 قروش يحصل به على سلع تموينية. ونحن جادين في جميع المناطق وفي على مستوى دائرة المركز كافة للمحافظة على الدعم والمحافظة على المواطن البسيط، ونحن نضرب بكل قوة وعمق وشدة على من يتلاعب في الدعم وأي من يتلاعب في الدعم، سواء في الخبز أو في المواد البترولية أو في الغاز أو في المواد التموينية التجار التموينيين، لأن ده الأساس بتاع المواطن البسيط الغلبان المصري، فلازم نحافظ عليه بكل دقة وبكل حسم وبكل شدة.
ونحن نعمل لوجه الله تعالى، لا نبغي لأي ولا مجاملة لأي حد. العمل بتاعنا كله ينصب في المحافظة على المواطن البسيط. واحنا النهارده برئاسة السيد أحمد بيه صوابي تجولنا في بعض المخابز في دائرة مركز أبو حمص، والخبز مطابق لأوزان المواصفات، ولا يوجد أي زحام ولا يوجد أي مشاكل نهائيا، وكل مواطن بالبطاقة التموينية يقف في طابوره يحصل على الكمية المقررة له في سهولة ويسر وبدون أي مشاكل، والخبز مطابق للأوزان والمواصفات. وإحنا في أبو حمص هنا الحمد لله ما عندناش أي أزمات نهائي إطلاقا، لا في خبز ولا في غاز ولا في مواد تموينية، وكل السلع متوفرة في جميع المناطق وبدرجة عالية من الجودة. والحمد لله الحملات شغالة ليل نهار على الصلاحيات وعلى المخالفات وعلى التجار التموينيين وعلى المخابز، ولن نقف أبدا مكتوف الأيدي ودائما إلى الأمام إن شاء الله برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، البطل الذي رفع رأس مصر على مستوى العالم أجمع. والحمد لله ونحمد الله عز وجل، وكل عام وانتم بخير، ومتشكرين جدا على سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار سياسة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السياسة الحكيمة، وبالنسبة لاختياره للأجهزة أو للحكومة أو للسادة الوزراء، والسيد الدكتور إبراهيم محلب والسيد الدكتور خالد حنفي رئيس وزير التموين. احنا طبعا بنتكلم على وزير التموين اللي هو قدر يوصل او يعمل منظومة الخبز ومنظومة التموين. احنا عايزين نتوقف عند منظومة الخبز ونجاحها، وصلت لأعلى درجات نجاحها، وأي نجاح أي منظومة بيكون لها أسس. في البداية عايز نوضح شيء مهم جدا، بأن السيد وزير التموين الدكتور خالد حنفي قدر ان هو يوصل الدعم لجيب المواطن، بمعنى ان البطاقة الذكية اللي خاصة بالمواطن اللي هو يقدر ياخد بها السلع اللي هو محتاجها فعلا. نجاح منظومة الخبز وراها برضو تغطية سياسية من السيد رئيس الجمهورية والسيد الدكتور إبراهيم محلب. أنا عايز أقول إن وزير التموين قدر إن هو يحقق نجاحات في التموين في الفترة الحالية لم يحققها أي وزير سابق، بمعنى إن في ظل هذه الظروف ووصول الدعم للمواطن في صورة البطاقة الذكية، إن المواطن بيتجه إلى المكان أو إلى المخبز الذي يريده، بمعنى إن رغيف الخبز اللي هو بيختار المخبز بعكس الظروف السابقة.